المغاربة مع دستور 2011 قرروا أن يسلك المغرب مسارا جديدا، التنمية والديمقراطية والإصلاح وكرامة المواطن. المغاربة مع الحكومة التي اختاروها في نهاية 2015 قرروا أن يدعموا مسيرة الإصلاح، النموذج المغربي الرائع في كل المجالات. المغاربة لن يقبلوا أبدا أن يرجعوا إلى الوراء، لا يمكن أن ينكسر هذا النموذج المغربي الرائع الذي الآن تتطلع إليه كل الشعوب وكل الأوطان وكل الدول. المغاربة لا يمكن أن يقبلوا أحزابا تنفخ بالليل لكي تسود بالنهار، لن يقبلوا أبدا من يشتري أصواتهم لأن أصواتهم غالية. المغاربة لن يقبلوا أبدا من يشيع الكذب ضد الأحزاب النظيفة وضد حزب العدالة والتنمية ورؤساء الجماعات من أبناء العدالة والتنمية، ومن يشتري الصوت اليوم ينتقم من المغاربة غدا. المغاربة لا يقبلوا أبدا أحزاب الإشاعة، صحافة الإشاعة ضد الأحزاب النظيفة والمناضلين الشرفاء، وخاصة ضد حزب العدالة والتنمية. معركتنا اليوم مع إخواننا المغاربة والمغربيات معركتنا ضد المال، معركتنا ضد الإشاعة، معركتنا ضد التخلف، معركتنا ضد كسر النموذج المغربي، معركتنا ضد أحزاب لا أساس لها، لا شعبية لها، وإنما تريد أن تسود من الفراغ، تريد أن ترهب المغاربة، والمغاربة لهم كرامتهم وشجاعتهم، تريد أن تستعمل الوسائل الخبيثة، والمغاربة قطعوا مع هذه الأساليب ومع هذه الوسائل. مع حزب العدالة والتنمية نشق طريقا نحو الإصلاح، بدأنا إصلاحا على صعيد الوطن، نريد إصلاحا على صعيد مدننا وجماعاتنا وقرانا وجهاتنا. لذلك نعتقد بأن المغاربة يقولون كلمتهم، ونحن نجول ونصور في المدن والقرى، يقبل علينا الناس، يجب أن يصوتوا بكثافة، لأن خصومنا يريدون أن يكون التصويت قليلا حتى يسهل لهم الأمر، وحتى يستطيعوا بأقل الأصوات أن يحصلوا على العتبة وأن يحصلوا على مواقعهم داخل الجماعات. لذلك نعتقد بأن المعركة معركة شعب بكامله، معركة مشروع التنمية والنموذج المغربي، ليست قضية كم عدد الأصوات يفوز بها هذا الحزب أو ذاك، وإنما القضية في عمقها أن ينتصر النموذج المغربي، أن ينتصر الإصلاح مع الاستقرار، أن ينتصر هذا التوجه الكبير الذي ينظر إليه العالم بافتخار. النموذج المغربي على المستوى الوطني نريده أن يسود على مستوى الجماعات المحلية وعلى مستوى الأقاليم وعلى مستوى الجهات. ولذلك نعتقد إن شاء الله بأننا سنفوز في هذه المعركة، بأن الشعب سيقول كلمته، وبأنه سيواجه استعمال المال وسيواجه الكذب والإشاعات. سننتصر في معركة الإصلاح، لأن الإصلاح يحتاج إلى استمرارية، يحتاج إلى مناضلين شرفاء، يحتاج إلى مواطنين لهم قلوبهم على بلدهم، قلوبهم على بلدهم، يعطون من وقتهم، من صحتهم، من فراغهم، من أموالهم، من جهدهم بدون حساب، ولا ينتظرون المقابل، لأن الوطن غالي، أغلى من حزبنا وأغلى من مناضلينا وأغلى من كل ما نملك. الوطن عندما يكون مستقرا آمنا متقدما ناميا يسعد به المواطنون، ونحن جزء من هؤلاء المواطنين. نريد منكم أن تكونوا معنا في هذه المعركة الشريفة الكبيرة من أجل ينتصر النموذج المغربي على كل وسائل التخريب وعلى كل المحاولات للرجوع بنا إلى الخلف. الأحزاب التي صنعت مؤخرا يجب أن تتذكر أنه في الماضي صنعت أحزاب، أين هي هذه الأحزاب التي صنعت؟ اليوم لا تستطيع حتى أن تكمل لوائحها، بل منهم من اشترى حتى المرشحين ليكمل اللوائح. ولذلك نذكر أن التاريخ لا ينسى، وأن ذاكرة المواطنين لا تنسى، مهما نفخ في حزب، مهما نفخ في أحزاب، مهما نفخ في مرشحين، إنما بعد حين يقظة المغاربة، ذكاء المغاربة، إرادة المغاربة ستفشل مخطط كل هؤلاء، وينتصر إن شاء الله المغرب من خلال انتخابات نزيهة وقوية، وسينتصر حزب العدالة والتنمية في هذه المعركة الكبيرة.